انتحار ميدو. زي اليومين دول من 20 سنة منتخبنا الوطني كان بيستعد لبطولة أفريقيا 2004، وطبعا المنتخب كان عايز فرقة على القد يتمرن عليها، فاختاروا فريق نادي الإعلاميين عشان يعملوا الماتش الودي معاهم. منتخبنا في الوقت ده كان عنده كتيبة من النجوم، لكن أكتر واحد كان شايف نفسه ساعتها هو أحمد حسام ميدو، ما هو على طول مع صاحبه زلاتان. الماتش اتلعب في ملعب لا يرتقي لماتش في دورة رمضانية في حي شعبي، وطبعا ده يليق بنادي غلبان زي الإعلاميين. لكن ازاي مسؤول اتحاد الكرة وافقوا؟ لكن دي مش قصتنا دلوقتي. قصتنا مع ميدو المؤذي بكل العنجهية، عشان الكرة ما كانتش ماشية معاه قوي الفترة دي. وفي احدى الكور المشتركة دخل على لاعب عنده في وقتها 22 سنة، دخل بغل يخليه يتصنف اكتر لاعب مؤذي تقدر تشوفه في حياتك. شوف يا سيدي العالمي عمل ايه في لاعب غلبان اسمه مصطفى عبد الرحيم، كان مصدر اكل عيشه الكورة وبس. قطع في الرباط الصليبي امامي وخلفي، وقطع في الرباط الداخلي، وقطع في الغضروف الهلالي، وفصل كامل في الركبة بسبب كسر في صابونة الركبة. متخيل كمية الألم اللي مصطفى كان فيها وقت ما العالمي حب يخرج شوية نيجاتيف انرجي كانت مضايقاه. بعدها مصطفى عبد الرحيم كان المفروض يسافر ألمانيا يعمل عملية في أسرع وقت عشان ينقذ ما يمكن إنقاذه في ركبته اللي راحت دي. مصطفى لقي دكتور أحمد ماجد هو اللي بيعمل له العملية دي في رجله، وللعلم ده مش تخصص دكتور أحمد ماجد خالص، ده ركبة الراجل اتدمرت. لكن ده اللي حصل، والعالمي بعت 4000 جنيه لدكتور أحمد ماجد مع حسام وصفي أبو العالمي. العملية طبعا ما نجحتش، ومصطفى أصبح يعاني من عاهة مستديمة في رجله بتوقيع العالمي. وفي 2011 حكمت المحكمة بتعويض قدره 100,000 جنيه لمصطفى عبد الرحيم بسبب العاهة المستديمة اللي سببها العالمي، واللي أدت لاعتزال مصطفى كرة القدم. ميدو من بعد اللي عمله ما شافش يوم حلو في حياته الكروية، وانتهى به المطاف في نادي درجة تانية في الدوري الإنجليزي، وده كان عقاب الدنيا، وعند ربك في الآخرة تتقابل الخصوم يا عالمي. هل هتقدر كمتابع لكرة القدم انك تسمع كلام كابتن ميدو المعسول كل يوم في برنامجه لما يطلع ويكلمنا عن الرياضة والروح الرياضية وغيره؟ هل هتصدق ميدو لما يكلمك عن ان راموس تدخل على محمد صلاح تدخل غير رياضي ادى الى اصابة صلاح في كتفه وخروجه بيبكي؟ ولا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم يا عالمي. كلمة اخيرة في ودن كابتن ميدو، تفتكر هيكون ايه احساسك لو حصل ده لابنك ناشئ نادي الزمالك؟